اسم المطعم. فيعني بتشوف حد عنده افكار وفي مجهود معمول في المطعم. عشان نتكلم على الاسعار، طبعا هي المنتجات كتيره قوي، فهناخد كده حاجات. الشوربات من 9 ل 24، الفته يعني من 15، لا مش 15، 75. اوكي، من لا، في فته خل وتوم ساده دي ب 15. اوكي، من 15 ل 70. اللحوم ستينات سبعينات اربعينات. معجنات من 10 جنيه وانت طالع. خضار عشرينات تلاتينات اربعينات. اوكي، يعني افوردبل، يعني افوردبل. لو احنا بنتكلم ممكن الفرد يعني كده بالوايم طبعا ممكن ارخص، انت ممكن تيجي طبق سلطه يعني، بس ممكن الفرد يكلف له مثلا 80 جنيه 100 جنيه حسب انت هتاكل ايه. فافوردبل بالنسبه للعيله. وهو فعلا واحنا قاعدين بنستنى او بنصور حاجات مختلفه، كل اللي داخلين بلا استثناء عائلات، ناس بمراتاتهم وعيالهم حماتهم. نبتدي بقى ايه ويز دي شوربه. انا خدت بالي طبعا ان بورسعيد عامه بيخرجوا عائلات، يعني من الحاجات اللي صورناها في بورسعيد معظم الخروج عائلات. الفاميلي مهمه جدا او العيله مهمه جدا في بورسعيد. ندخل على اول حاجه وهي شوربه الكوارع. ندول اول الشوربه لوحدها. طبعا دسمه جدا، مش محتاج اقول يعني، دسمه جدا. للي بيحب الكوارع وللي بياكلها هيفهم لما اقول له يعني ايه كوارع فريش، مش حاجه متخزنه. هتفهم في الطعم طبعا موضوع الفريش. انا مش بتاع ليمون وانتوا عارفين، بس يعني هو الشوربه المفروض ان يتحط عليها ليمون، فانا هدوقها. وفي كل مره بحط الليمون وما بيعجبنيش، بس المهم يعني عشان نبقى عشنا التجربه زي ما المفروض تتعاش، بفضلها من غير ليمون. برام او شوربه الكوارع هو محطوطه في برام لانه فخار يعني.